بيني وبينكم قالت لي انا حزلينا انا دول تاجي انتم قد تنسوني وانتم دول تاجوا انا قلت تنسيكم قالت لي انا اتفق يعني اتفاقيت لي ايديكم رفعوه موافقين ها لا جنيتنا عايش معذورين تو لكن العباي ادحتنا التنسيق هجيك وكنا لتصنطوا حواليكم ممكن انا بدر وهجيكم قل سمعتم فهدوء الحمد لله حاجه جميله. طيب كان لي سؤال بيه اللي قلنا تفاقعوت وهرسوتوا الزنجبيل دي بعدنا ما نقولوا برير بيلو ايوه صح هلا لكن بعدها هلا بيقولوا سميت بعدت بالذات حوالنا افراوق قبال برافو دوابون بيلو امانتو زنجبيل دوابون بيقولوا وبمان زنجبيل دواكو قل مناعات قويه يعني قدام بالكوروناتات حلفاء ملو بالعلو كورونا لما نعتك لا ضعفة او ضعيفة من قبل يعني لا تصير وممكن قتله كامل بالعلو كالايام لي انا بصح زنجبيل ستعمكم الصبح ستي مثل ما يحفون والدحاوي مسيت والحمد لله كورونا صبتتني وحقتني حلفتني يعني فالزنجبيل فعلا دوابون بس دي قبل دواء نفسه كمان ها التفوقات دي بعدين لا دوابون ايوه. طيب اليوم تجي عن اهميتنا للغه وهويتنا ريان بتبقى يكونينكم سلة بيكوكم لكن تفاعلية جميلة بقدر الامكان. هذه اول حاجه كنا امرنا نحزي بس حتى امرت هاجي مرات تقريت لغتها ومرات تقريت لهجتها لبلاد انتم ما تبلون لغتها تبلون لهجتها لبلها لا ألبوني ما شاء الله بأمان لغتها ولغة دول نبل بحيلته وبعفوية كونيني بأمان لغتها لأنه قواعد بديبة وقوانين بديبة قدام شعب لتهاجبها وقبائل وقوميات لتهاجبها. على فكرة تقري لغة قبيلة ولغة قومية كونيني لغة قبائل وقوميات يعني لغتنا شعبتها شعب كبسلت هاجبها وشعب متاحد قلاقل وشعب بحر شواطئ لتهاجبها يعني لغة عبايته يعني منتشرة ولهجات بديبان حتى لهجات يكونيني لكن جواها لهجات اللي ديبان لهجتنا سب ما صوح ليت لهجتنا قنداح ليت ساحل كرن بركة لهجاتنا إلى قبائل يعني لغة متكاملة الأركان اللي نقولها وتتكتب كمان بحروف حروف سبائية أو اللي حرف المسند اللي بهلنا بديل أيام حمير وسبأ تتكتب على السكة زبون تتكتب حروف بديبة والحرف العربي اللي كتبها ولا الحد كتبها قدر يعني وحونا على شاعر سكة زي ما هلا بدي بسوي موسى جرار نقوله هجاجيت وهجيب كل بس سمع عليكم ممكن قلب طرق اللي اسمعوهم او كمان لا تعزموهم ان شاء الله هذا حق نسمع ان شاء الله. هاي تفضل. اللي دولارات هاي بس ندي قبل حتى دول فنانين ما دول حلو كلنا قلنا تنسيون ومسلم قلنا نتفاعل ضروري يجي فإلا كثقافة حوضنا الشرط يبقى إن شاء الله نفيد ونستفيد يعني كدي مواضيعنا لغتنا جعلنا بأمان جيتا لغتنا حضارتنا تاريخ بديبة وعنوان بديبة كمان لغات دولة بهل عوائل هلا يقولون لغات عوائل لغات لاتينية لغات جرمانية ولغات سامية للبهل تقرأي دي بشو منه تأتي ملنا سلعني حتنا السرايا تفضلي هاي بريتال
ما شاء الله تقريت عائلته دب اللغات نيتو لغة ساميات فرنسي لغة لاتينيات ألماني لغة جرمانيات انجليزي ما مثل الالمانيات فعنوان بديبه تقري يعني يبقى يكونيني عنوان وتاريخ وحضاره بديبه يعني وكمسلة بانه كمان لغه فئات واخرى يكونيني لغه شعوب وقبائل وقوميات يعني قدام بزحلة هاجية لكن لا انتماءاته ولا خلفياته ممكن مختلفة قبل أنا كان ما قبل أو كمان انتماءات عرقية متباينة تهلبلو مع ذلك حتى لغة الهاجي وحتى لغة الحلة وحتى لغة شعر ود يعني إذا كلنا نتفق إن شاء الله لغة تجري لغتنا لهجتنا للبلوكم هي لهجتي كونين بولو لكن دي بجوا تجري لهجات اللي إلا حتيتها قلنا مرة نبيل طيب أهميتنا لغة ميتة دول نبل بس حتى دول نبل حتى عاداتنا نتوارث بها من جيل لجيل عاداتنا كفو ان ننقلوا تراث وعادات دول نبل كفو ان ننقلوا لغه ننقلوا الحلاي الشعر اللي مسرحيات نزلت رود صنعكم اللي كله يعني جسر بين الماضي والحاضر وان شاء الله مستقبل كمان نبغى تصحنا يعني فلغه حويا لبنا اللي قدينا يقدرني باديها من قبل شعب لغه الابو حضاره وثقافه يتهلملوني زي هويه ما يتهلملوني وهويه ديالوجو كمقبل هويه ديالوجو مقبل تفضل يا حنان بدي امانكيتو هويه ديالوجو بدي او بادي قبل الا ما بس يكونيني حالات نفسيه مننا نعاني مثال ازمه هويه مقصود بالانجليزي ايدنتيتي كرايسيس بقولوا قدام ايش اللي انتمي له امرني سويسريتو لا سويسري كونين لانه مختلف طيب اريتري ما ممكن اصلوته لكن ثقافتنا اريتريا وهويتنا لغه وهويته ولغته الابوني وبدوياته كما قبل بادي قبل مسلح حتى لبيلته وقدام هويته ولغته الابدان في ازمه نفسيه العيش انتماء يقلبوني واللي هي موتيو قلات دام لضعفوه ثقته بنفسه لضعفه يعني دي دراستي ينجح ممكن في الغالب ودي شغل ما بزح ينجحني وارتباطاته ما هش قب يعني فاس مرق قب معناته حلو مش يعني قدام الحق اللي اثبت يقدر لانه لحبل ما اثبت يوبيته للغات ولا هويته فبالي سبب ضروريه ما له ولا ما لها نفر شاب من لهم حونا زي ممكن يبل جوامل هلا قدم كم سنه دي بالمانيا راكبي على واول مره تراكبنا مثلا فاتذكرين بيني تقل الاقي بينك يترسع كوان بيني وانا طبعا اترسع اكيد فبينكم بينكم بيني نحن ترابط اجتماعي حوالي لبناني اللي تحديات قدمينا لها كمجتمع لدبا كعد لدبا اي حاجه قد نواجهه قد نقدر يكونين بيت كان مع كبيرين امان كاتب فعلا زي ما لا هتوت لنا موقفيه يعني فاللغات قد ما تساعدنا اللي كل المهرجانات لو ودينا اللي نازل قلنا ترابط الاجتماعي ما له تقول لك كان حويه لا وتقندع دس السعر يكون من ريم الغريبه اللي حسان اللي حويه بقول لك انه امي والدته يكونيني حويه امي اللي والدته وما اعرف اذا هل مسلكم ولا يهلان بالتريليه لكن اللي نفر بالاضافه انه تحويته دي بلندن مثلنا عايش انا من لندن ما تسليكو ودي بلندن ممكن ما اعرف 10 سنوات واجي من قبل حد رايا من احنا دي ولا تراكبنا
فما شاء الله ولا تريكو يعني اندت ولدت وانت عقيت وانت خرجت واخبار وانا عدلها يبنوا انا عجاهي على يعني فاللي ترابط الاجتماعي ضروري لقدام الحدود الامر من بركات من مصوع من ساحل من جنوب من شمال من دنقل من كله لقدام تتاكد وتقري تاكد لنا ان شاء الله تقري تاكد لنا مالي يبقى معرض مثل حتى من عصب تلاقى على كنت تقري سبحان الله يعني حاجه جميله مره عجبني يعني وباللي كمان بعدام انه الناس وتقري بسهوله نتهاجي يعني اللغات سلسه وسهله وقدام قلت مره وقلت باصح بقدر يعني فبالسه ضروري لها الرابط الاجتماعي ضروريته للغات ضروريتها معناتها دي بتعليم كده دي بتعليم علميا ثابته علميا جناه حصان او ولد نيش بلغه لا يوم دي لا تتهاجي ولا وحصان دي بيته مثل امه وابوه بلغته لا تتهاجي دي مدرسه شاطر قبل مثل بالمقارنه مثل طالب بلغه لا يوم اللي يتهاجي دي بيته حتى اللاتي فقدتها اللي بلو كالي لغة دول نتعلم هدول حيث من لك لاي للغتنا يمول إلى أمر لأنه اللي فاندوسيون اللي بقولوا بتلياني يعني أساس بديو يعني من أمو من بيت فاكر أمو من ده تتاقى مسلوه أبوه إيه تتكلمون بلغة دي لأمورك اللي تتاقوا مسلوه لأنه السودانيين يكونوا والسعوديين يكونيني إريتريين توم لغات بديهم تراث بديهم حلاي بديهم شعر بديهم حاجات اللي تبان عبر عربي ما من امر عربي نعبر لي قدرنا حلاينا ودمير ومعانينا حلاي وانا عجولاي وغيره بالسهوله اللي نعبر به قدرني فالا اساس حوالي يقولوا لجنا قال لي لغات قلت اتعلم عربي تبقى وسال سيد ورابعي سك حام سيد حتى مشكلتي تواجهوني ودي بدراسات كمان بتوم انجح قبوه اللي ثابته علميا وجوجل من ودوه تركوبوه جينا كلا لغات وزياده للتاجي وجينا حتى لغتنا للتاجي لتلقينا يومنا معلومات نبا وحر لبروسس لودوبو يعني قبل حلولو لمعلومات من حتى لغه ولعل الامر قروم كل درس وقروم كل فهم واسرع قبل وشاطر قبل دراسته معناته فبالله ضروريته مثل جنيتنا ووالدنا بتقريت قلت هاي دي بديتنا على الاقل واللي ضروريته ممكن نقول لهم اهتماماتنا قراءات لبوديكم كتاب هلا education and language policy دي باريتريا اللي هاي مريم شفنا اللي بقول كاتبوت قرأوا قبل 2005 كتاب قيحته ضروري بحث ودى دي منطقتنا هي كرن ومنطقتنا هي كولوبزاي دي مدارس دي بقى قبائل دي بقى مناطق اللي هلا يعني وحر تتهاجي يعني الاهتمام الى الشعب لغته دي بيته تتهاجي ودي مدارس كمان عربي اللي امر محزوله جميتهم كنا نبي نشرحها على وتقول استغرب على لكن لا ثلاث واربع لغات هاجيون دي بريتريا بدي خارج اريتريا هو ايدو بزحته وانا الحكومه قدمتم بأطر لي خمس لغات تتهاجي ودائما امر يعني كلها متعتها يبني يعني بس الحوي بكل بساطه قلت واصل قدر حتى دي لهجاتنا تقريت كمان مثل كل اللهجات على فكره كل اللهجات تقريت كله سنيته حتى من كانت تحيس وتحمض يلبون يعني كله حديته وكله بروم فبدير نحن قليل مدلينا او قلولا مدلينا احيانا لهجه سام عملي الى امر باتجاه بركه او شرق مثلا من قبل الا تقريت يكونين او كمان الا تقريت سريت يكونين من عنها الا خطاته نصيحه شيء لكم كل اللهجات طعومته وقرومته اموروا من قدره وتواصلوا من يقدروا كمان اتنسوه وسمعوه ودي وزنكم كمان اتلامودوا سنيت بالجيته شكرا الله يبارك فيك طيب بعد دي بتقري دي بدين كمان اهميه بدي كلنا نحن نصير ممكن نبزحنا اسلام نحن لكن تقري لغه اسلام بس يكونين على فكره لغه كستان ماتت
كستان دي بريتريا كتاب قدوس بديبهم بايبل معناها بتقرأي كتبته يبلي أرد منسع يبقلب درسوه وصلاتهم للصلوه. أنا رأيي أنا الكتاب فلغة علم بس يكونيني وفوائدات ثقافية واجتماعية بس يكونين لا تقرأي حتى تبدي ما دور عبد ديما نفر من هي ممكن من محزق اللي تحسين قدر لكن يبدين مرة متبحر دكتور جلال محمد صالح يقولوا مرات سامعان عند الرسول كمان بتقرأي تهاجا بينا سامعان للجنة وفتنا حبشة دول مزيو وحر ما أعرف سعيتورة ولا قرارة اللي سنيته بينا العبارة هذه اللي سنيته بينا يعني الرسول ما تهاجبه إلا ما أنت كالي دي بقرآن كلمات بزحتها لي والحمد لله إلا أيام إنسان دايما قبل يومين وسكة زي واصل لي حتنا أستاذة حنان مران بولا دي بالموضوع خاصة دي بتيك توك فقرات والدليل ما أعرف كم منكم رأيكم ولا فقراتنا أستاذة حنان مران يا جماعة تابعوا نصيحة من إيه تابعوا دي باللي فقرات متودلة هو ده مختصة في اللغة والإعلام دي كلماتنا يتقرأي دي بقرآن الليل كما تسألي الغريبة زحام ولاد يمن والسودان وإجناس بعد تابعوا وتفاعل مثل هذا ونحن ممكن أمراوي لنا للي لحدناتا ومنيناتا إريتريتا ودي من المواضيع اللي تتهاجى لي فاللغة تقرأي كمان دي بقرآن الليل معناته فاللي ما أهمية عطايلة يبقى ومسؤولية عطايلة يا جماعة إلا تقرأي تبدينا من قبل ممكن ربي ما قل سامحنا يكونيني قل مين دي بسورة الروم سورة الروم من ذكر قل عن الألسنة في اختلاف ألسنتكم وآية اللي مش كده سامعة ما أنتم سورة الروم من ذكر قل القرآن حفظه ميتم يا جماعة ما تقبلوا لكم القرآن يترسعوا بعد صلاة الفجر وقبل صلاة الفجر المهم في سورة الروم اختلاف الألسنة ميتو لغات معناته اختلافنا هي لغات معناته اللي آيات من آيات الله معناها رب خلقوت لألسنتنا كنا مختلف كالنقبة آيات ربيته فبالتالي احترامه والمحافظة عليه يكون برضه جزء من الالتزام الديني ناينا معناته لغاتنا ينضبط لي معنى جيد الحشير طيب تحديات اللي تقريتها تواجه الا تحديات مقلب لان حتى قلنا نذكر القدر متواجهه تحديات حتى دي بالله ديك رافعه هيك ولا بناجير ما اعرف المهم تفضل يا حكمه لا تنسوا هاي تحديات لا دامي نستخدمها لنعيش لنعيش إذا استخدماني إلا ميتا لسبب نوصو رهيم منا وإذا استخدمها وقبا اللي تحدي عديته تفضل لغات رسمية يعني قبل اللي كنت بهجاجيت من لا اتكبت هجاجيت من لا العب اللغات الرسميه لا رد دي يكون نبر ايوه هي تلت قلب بها طيب معناها من لغتنا عدم استخداماتنا وحر لغات رسميه لا تتبالى لانه دي بالموضوع اللي قلت هاجيته بالسبب اللي غطى دي بها اللي قلت قريت بيقولون لو حونا صرنا لو وحدنا برضو لكن الأولين أنا أتفق مثل كحدنا عدم اهتمامنا بلغتنا سكة زي معناته اللي حتى من تحديات صنعاء لكن الحمد لله مهرجانات اللي مثل وزحنا فعنا نقول كلنا إن شاء الله وقدام راسه رفع ويقول اللي تهاجي اللي يخجل وين اللي تحبها إن شاء الله فضروريته
كاليت اللغات الرسمية لتبهلا اللي خطأ فهم بديو دي بريتريا هم صلوا بالعربي وتقرينيات اللغة الرسمية وخلاص البلد. لكن لدستورنا سنة 52 الفقرة 38 عربي وتقرينيات البلد، لكن لبعد ما لغات باب دابد يقول يكونيني يعني مفتوح في البلد. مشكل نفسه قال دامو بس ندي قبل حتى دي حكومات انت مثلا بلغات اللي تاجي ونحققوا اللي سنة 52 1952 الفقرة 38 راهو دي دستور لقيسكم كل اللغات حق ديبو دي الحكومات اللي تاجبوا مش دي بعدوا ولا دي بقريته بس دي قبل ومسبسبوا حتى دي بس مرام انت مثلا مسلح حكومه بلغه شكل تاجر دي بقولهم يعني حقوته. تخيلوا اذا انتم دي بسويسرا كم منكم عايشين طلعت كم واحد يديكم رفعوا سب سويسرا ما شاء الله. سب سويسرا قد نسلكم 4 لغات بديبو حتى من 4 لغات رومانش البغلان وبرومانش للتهاجوا اقل من 1% والعباي لغات لا تتبال يعني السويس جرمان تاني اكثر من 60% لتهاجوا بعض ولا سال سيد فرنسيتا حدود 18% لتهاجوا بعض ولا رابعيت طليانيتا عاد بعليتو 5% لتهاجوا بعض الا 4 لغات دي بالدستور الا عدنا دي وزن الدستور ناي سويسرا متساويين اي مكتب ناي سويسرا دي باي كانتون ندقيسكا حتى من الا 4 لغات معاملات كانت اذا تقدر ما انت ولا حسيت يا جماعه رايا ما كنتم جروبه تليان الامر اذا دي بالكانتون ناي فرنسا ندقيسكم التليان قلت هاجي تقولهم ما تصور لكم تليان. اذا دستور ناي سنه 52 ناي اريتريا من اللي ناي سويسرا لحمقي عناني يقول مواضيع ناي لغات مجال فاتح كل عالم لا كتب ولا قرب ولا لبن وقلت عمل مسلوط وقوت لبن باب مفتوح كان فالا حديدا حاولنا دي ولا صبرا كنت 6 قصير معلش ده حنخلصها وصبرا كنت ان شاء الله. طيب هذه فاللي دستورنا 52 ودستورنا حتى 97 الفقره الرابعه دي هما لغات كله متساويه اللبن على ارض الواقع معاملاتهم وبعدهم اللي بعدهم لكن على الاقل على مستوى الدستور مساواتنا لغاتنا اريتريا دي بكليته لدساتيرنا 52 ولا 67 حتى اذا اللي مفهوم لغه رسميه بس كليتا عربي وتقرينيات اللي نبل خطاته اماني كونيني على الاقل دستوريا يعني يبقى تطبيق مع الحيلات طبعا لغه تفرد مشكلتي كونيني اللي سنه الحياه يعني لكن هاتو مفهوم صحي كونيني كان اي خطا مفهوم لي الموضوع اللي بنيته. طيب عربيتها لغتنا اللي بيننا هنا تقريت حدك للبكاء قالوا دستور لبا ولا عرف لبا حدك لغتك للبكاء لبوني وتقريت امريكا ولا لغه بعدك امريكا هي عربيتها امر للبكاء ما لبوني يعني كله بسلك تيدا يقدر معنى جيتو. فبالتالي اللي من اجل اللغه الرسميه انت تبهلا لغتنا يمكن اللي تحدق واللي كانت اللي صح يكونين معنى جيتو اللي قلنا امرود بينكم. المهم اريد يكم اخيرا اللي يبلغنا حزين شويه فينا هلا قليل فينا امر ما لكم مش كده وصيه شيء قال لي سب مهرجان انت استبدل المفروض شكرنا يوم استبدل لكن ازقل اشكرهم بينكم اللي وادي عمل لهم واللي ودوا لهم من سنه الحلفات ولا قدميها وبعد كله يستحق الشكر لانه المجهود عبيته فمن شكر وحمد لله بصحهم كلهم يعني لا لهم عند شكر عليهم وانتبهوا لهم اي حاجه كاملتي تتولدني مش كده جنامات من الشحقي اللي تولدني شويه من البل حرب وقرب الطر يعني
فبالتالي مشكلتي كونيني حتى نواقص ما من تالي قل سنة حاري درس عندنا سنة منت حيث مودة معناته، لكن بالمجمل اللي ناجحتوا المهرجان اللي وقدم يوم دي بسويد قايس عنده برضه تمسروا مهرجان ناجح على، وربنا ان شاء الله يوفقكم دائما يبلي تودونا لكم واكثر تنظمكم واكثر مساهماتنا يكون عند كبكم من اللي حيس من سنه بسنه عند التطور كبكيس اللي هنا تمنيتو وتمنين بس يكونين مساعدة شيء ما من تحزو بتخطيط ودي بتنظيم مستعد انا من رئيم وقروب الى تعاون مسلكم. قال فينا ادحد احترموا واولاد عندكم وجيرانكم احترموا برضه لغات بعد لنا كله حاولكم لغاتهم قلت امر حاولوا وسنت واصلوا مسلم يعني. سال سيد انتم سفراء ناي الشعب انتم ناي قبيلة وناي لغة بس انتم ناي الشعب انتم تقريتكم سلبي انه لغة شعبتا لغة قوميات وقبائل قبيلة وانتم حاول مسؤولة لكم لازم خير تمثيل قبل يعني. فباللي سبب الا هم دي براسكم كروا دائما سفراء انتم للغة لا تتهاجوا ومثل بعد تفاعلنا تودوا كل دائما ادب وباحترام دول قبل مثال يحتذى به قبل وغير كده هيني لا قام ذاته ان الشعب اللي شعبته انها مروا اللي قبل وبسببه كمان ممكن لا ثقافتكم فتة ولا لغتكم فتة معناته. سال سيد فينا شعراء وفنانين عدنا احترمهم وفتوهم وتفاعلوا مثلهم وساعودهم وحقهم كمان فوقهم. حلاي حليكم من قبل ناي شاعر او ناي فنان فلان ناي فلان كتبيا ولا حنايا فلان واداء هنا فلان حلايا نبيكم من دقومه سنيتو اللي حقوقنا يوم تحفظوا كلهم خليكم معنا. واخيرا رايف قلبكم حزه دي بلا مناسبه ما له وما لها دوري كل ما جمهور اللي ولا حواتنا باللي بلليتن وباللي قرمتن دوريكو شعرنا يبدي يتذكركم معلم انت يا امرنا زين والشهد فلان شعرك اللي بدي يقدم لكن الشعر متبل مصدركم الا قرمت ريكو قرمت امان قرمت صابون يكونوا مشامات ورح فاقر انت دي بصامات يعني. ف تقمل الكنتو اللي حقاتك الحويته حواجيته الحواجيته اللي قرمت ريكو قرمت امان قرمت صابون يكونوا مشامات ورح فاقرات انتندي بصامات ورح فاقرات انتندي بصامات بلا شويه الثاني كويس. حرمام اول نايش ري بحواتنا وتتخانيهن ورسوهن دولير مره عجبيني فناس قصي مثلي على سمجين من اغرداد فدول سمعيني فمروا يحلوا بالجمال اللي بالقرمت اللي فبيليني بديرني بغرداد من بالعنا بيليني اوالدنا عايش قاديات صندلي قرمت حقوا ابو سته شيدلي وحكم حقوا بيت علي نبل عنا بيليني. قلت قام بكم اوالدنا عايش قاديات صندلي قرمت حقوا بالسته يعني او بعد شيدلي معناته وحكم حقوا بيت علي لا تليان معناته. فكنا وصوبا على بيلين قلنا والدنا لنا ايش كمان واللي مو وصف قلنا بستاهل قريبا النبي كله. وحرق سال سيد واخيرا بلقيت باتو حويه وحويه من اشيته قال لي واي برضه كلماتها بين اي شعر بيليني اجي تقري بيليني اجي تقري حموم صار بيليني قلت هذا يطعم وقل هجك ودقم تنبر قلنا وتدايم قلت قماتو هي تقري حموم ساري قلت تهاقى يطعم يديب هجك ودقم تنبر قلنا وتدايم تنبر قلنا وتدايم. وشكرا وبارك الله فيكم على حسن الاستماع. شكرا. اي سؤال بدون من قبل سكلا ميكروفون شرطوه من الى جماعات بعد برنامجي لهالليل
سؤال ناري او تعليق هلا بنكون من قبل ممكن الا اذا فرصتكم تا اجابت انا من كل اسامه عليكم ان شاء الله. اوكي تمام شكرا ثاني. شكرا استاذ عبد الرحمن سيد. طبعا المحاضرات ان شاء الله نستفيد منها. حاجات مهمه نرسها كلكم تنكروا الا في تاريخ اوروبا لا تبل لكن با والله مسألة ودي بلا سمع بقول ريكم تو أكون حامد عريف وأكون رمضان موسى رمضان لكن با لكن استاذ عبدو محمد عنده إلا من مدة ترسالكم استاذ عبدو محمد عنده كتبايا وصفقته بقي استاذ عبدو محمد عنده صحفي وكاتبته وقال لي مجتمع بزح قصص افراد وبزح تماثيل افراد. فاستاذ عبد محمد عنده طبعا بسحامته بعمق بدي بسوي جماهير على ومراسلنا وزاره اعلام على وازيدي بالله سويسرا نبر هذا لنتعدد بها لا تتاكل لكم لايت أغردت لايت أغردت